ازيكم يا حبايب مرمر؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى اوريكم اسرع واسهل صينيه بطاطس هتعمليها في 5 دقايق حرفيا. بس قبل بقى ما اقولك انا عملتها ازاي، يلا بقى فين الفولو وفين الكومنت اللي بيفرحني واللايك لايك 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 يا حبايبي. بصوا بقى، تعالوا نشوف مع بعض إيه الصينيه القمر دي العسل دي انا حاطه فيها ايه. بصوا الاول هنقلبها مع بعض، هنقلبها. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنحط بقى ايه. انا لسه ما حطيتش ولا سمنه ولا زيت ولا حطيت الماده الدهنيه، بس عايزه اقول لكم ايه وانا بكلمكم كده، انا حاطه ايه في الصينيه السريعه اللذيذه اللي كلها طعامها دي. الاول بس احط شويه سمنه كده، انا كنت مطلعه السمنه من الثلاجه، فهي ايه ساحت على الرخامه. وهحط بقى ايه شويه سمنه كده على شويه زيت. فين الزيت؟ هنجيب الزيت. ايوه، سامعين الطقطقه دي؟ الطقطقه دي بحبها قوي قوي، يعني عايزه اقول لكم بتخلي الريحه تطلع. هنحط بقى شويه زيت حلوين كده، يعني انا كده حطيت ايه شويه سمنه على شويه زيت. تعالوا بقى نشوف مع بعض انا حاطه ايه في البطاطس السريعه اللذيذه القمر دي. بصوا حاطه بصل وحاطه ايه فلفل، بصل وفلفل، وطبعا ايه مقطعه البطاطس، واللي حاطه بقى شويه توابل كده، يعني في كل بيت التوابل دي موجوده. حاطه ملح فلفل كمون كزبره وسنه شطه، وبحب بقى احط لها ايه سنه كده من ال7 بهارات، بتديها طعم. انا عارفه ان 7 البهارات بتتحط في الشوربه، بس يعني بما ان انا مش هسقيها بشوربه فانا حابه كده ايه يعني اوحي بنفسي كده ان انا عاملاها بشوربه. هي صينيه اقتصاديه وسهله خالص. قطعت البطاطس، قطعت الفلفل شرايح مع البصلايه اهي تقطيع جوليان كله، وايه هتقلبي ملح فلفل كمون كزبره، عايزه تحطي شطه حطي، عايزه برضو عندك قرن فلفل اخضر حامي حطي، وحاطه ايه مكعبين مرقه. هي دي التوابل اللي انا حطاها، وحطيت السمنه شويه سمنه على شويه ايه على شويه زيت. عايزه اوريكم بقى، فاكرين الخلطه السحريه الجميله اللي انا كنت عاملاها معاكم؟ شايفين الخلطه؟ شايفين البرطمان القمر ده؟ شايفين كنت عامله لكم فيديو بالخلطه الجميله المشطشطه القمر دي. هي مش مشطشطه قوي، هو انا حاطه الخلطه دي عباره عن ايه يا حبايبي؟ عباره عن فلفل الوان وكزبره وشويه توابل حلوين كده، وطبعا ايه خدتها تقليبه كده بشويه زيت على النار. وبصوا شايفين انا دي، وحاطه فيها برضو توم. عايزه اقول لكم انا خدت معلقه من دي وحطيتها في قلب البطاطس. انا ما استغناش عن الخلطه دي يا حبايبي، ما استغناش. انا كنت عاملاها معاكم في القناه، وقناتي اسمها ما فيش اسهل من كده، وعلى الصفحه صفحتي اسمها ما فيش اسهل من كده مع ماري داوود. بصوا انا بقى الخلطه دي بحب احطها، اخد معلقه كده واحطها في الاكلات بتاعتي، عامله مكرونه، عامله بطاطس، عامله شاورما. بصوا احط شويه كمان، لا انا حاطه بس هحط معاكم شويه كمان، يعني انا كنت حاطه بس احط شويه كمان. سامعين الطقطقه القمر، الطقطقه العسل. هقلب بقى. عايزه اقول لكم الريحه طلعت، ريحه التوابل والخلطه كمان اللي انا ايه حطيتها معاكم دي، اللي هي عباره عن ايه كنت جايبه فلفل الوان، وعملت توم وضربت كله في الكبه مع بقى ايه ملح فلفل كمون كزبره، بابريكا. انت عايزه تحطي قرن شطه كده حراق حطي، عصير ليمون حطي، معلقه خل حسب بقى الكميه، انت بتحطي الخل والليمون والتوابل بتاعتك. اضرب في الخلاط تقليبه صغيره على النار بسنه زيت، وحطي في البرطمانات وحطي في التلاجة وفرزي وطلعي بقى ايه يا خراشي. بتتحط على الاكلات بتدي ريحه وطعم ما اقولكوش. في الحاله دي بقى هنحط الطماطم. التقطيعه بقى ايه ابتدت تعلى والريحه تطلع، فنعمل ايه يا حبايبي؟ دي الطماطم اللي انا كنت مفرزاها معاكم.
دي الطماطم اللي انا كنت مفرزاها معاكم. طبعا الطماطم دلوقتي ايه، انا كنت مفرزاها كانت الطماطم كتيره ورخيصه. يعني انا سمعت كده ان الطماطم بقى ايه الايام دي ايه شده حيلها شويه. هنبتدي بقى نقلب، قلب 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 يا خراشي على الريحه، يا خراشي على الريحه. طبعا الريحه بقى طلعت. طبعا انا بقى في الحاله دي هعمل ايه، هغطيها بقى مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي، وهوريكم بقى ايه بعد ما هتطلع هيبقى شكلها ايه. بس عايزه اوريكم ايه انا عامله جنبها ايه. شايفين الرز وحركات الرز ابو شعريه المفحفح القمر ده. شايفين قمر ازاي. كل بقى رزايه مع نفسها. صدقوني كنت مكسله اعمل اكل، بس بجد الاكله حرفيا ما اخدتش اي وقت. صينيه بطاطس اقتصاديه. شايفين يا حبايبي انا كده طلعت صينيه البطاطس من الفرن بعد ما خليتها ايه خدت كام غلوه كده فوق البوتاجاز. حطيتها بقى ايه في الفرن تحت الشوايه. شايفين قمر ازاي. وعايزه اقول لكم الريحه حكايه بجد. اكله اقتصاديه ما اخدتش بجد 10 دقايق. وكنت بسم الله ما شاء الله عامله صينيه البطاطس القمر دي وشويه رز بشعريه كده قمر يستاهلوا بقكم. تعالوا بقى نغرف مع بعض البطاطس العسل دي القمر دي. عايزه اقول لكم ريحتها حرفيا قلب الشقه. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله كده. تعالوا بقى نغرف ايه مع بعضينا. شايفين جمالها، شايفين بسم الله ما شاء الله بجد تحفه. عايزه اقول لكم حرفيا الريحه قلبه الدنيا. بصوا جمالها. شايفين جمالها قمر. اكله اقتصاديه بجد يعني مش محتاجه جنبها اي حاجه. لو عندك بقى اي مخللات انت عاملاها في البيت ممكن بقى ايه اي مخلل بلدي كده يبقى مع الاكله دي تبقى حكايه. ولو كمان ايه عندك بقى ايه بتنجان كمان كده انت مخللاه، يا سلام. ولو ما فيش اي مخللات هي لوحدها الاكله بجد حكايه. عايزه بقى ايه معاكم هغرف ايه كمان. هغرف يا حبايبي الرز معاكم. عملت بقى شويه رز بشعريه يعزز بقى ايه صينيه البطاطس القمر دي. هنبقى مع بعض نغرف ايه الرز القمر ده بسم الله ما شاء الله. نغرفه برضو مع بعضينا كده. شايفين يا خراشي على جمال وطعامة الاكله. يا خراشي. بصوا بجد مش محتاجه يعني الاكله دي مش محتاجه معاها اي حاجه خالص. انت عارفه لو يوم كده انت عايزه تقضيه كده ايه يعني يوم تقولي ايه كده من غير اي لحوم ولا طيور ولا كده. لو انت فكرت تجيبي عملتي شويه بيض على شويه جبنه صدقيني هتصرفي اكتر من صينيه البطاطس وشويه الرز اللي انت عاملاهم. وفي الاخر اولادك مش هيشبعوا وهتضطري برضو في نفس اليوم تبقى محتاجه تعملي لهم اكله تانية. لكن بجد الاكله دي اقتصاديه وهتملي بيها البيت بقى ريحه طبيخ كده وريحه خير واولادك كده ياكلوا ايه ويشبعوا. عايزه اقول لكم بقى يا حبايبي لو الفيديو عجبكم يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والمشاركه وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم يا حبايبي. واقول لكم ايه باي باي يا حبايبي. باي.